السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما يا رب بخير وصحة وسعادة وهنا. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد، فيديو اول مرة ينزل على القناة بتاعتنا. فيديو ان شاء الله هيعجبكم وهتطلعوا منه بإفادة كبيرة، وان شاء الله هتعملوا باللي انتوا هتشوفوه بنفسكم وبعينيكم في الفيديو. النهاردة احنا عندنا فيديو التنجيد المصري. التنجيد المصري يعني قطن، بفتة، دمور، كفر للمرتبة ايا كان نوعه، هيكون القماش ايه، بس طبعا بنحط الكفر للمرتبة القماش اللي احنا عايزينه. بنجيب القطن ونجيب البفتة ونجيب الدمور والحاجات دي، بنوديها للمنجد بيخيطها وعلى المقاسات بتاعت السراير عندك. وبعد كده طبعا عندك قطن بيستخدمه، ما عندكيش قطن بتشتري القطن بتاعه. النهاردة احنا هنشوف تجديد المراتب القطن القديمة ونعيد استخدامها من أول وجديد. يلا مع بعض نروح نشوف من أول فك المراتب لغاية ما الصنايعي إن شاء الله هيجيلنا وهيعملهم في تحت البيت أو في الشارع. ويلا نشوف التنجيد المصري هيكون عامل ازاي خطوة بخطوة، واستفادي منه يا عروسة، وانت استفادي منه كمان لو انت ست بيت وعندك اصلا مراتب عايزة تجدديها او بتفكري تجيبي لسه مراتب جديدة. فانا انصحك ونعمل نصيحة طبعا ان انت تستخدمي قطن. اوعي 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 استخدام المراتب الجاهزة، لانها فعلا مش صحية ولا عملية ولا اي حاجة خالص. يلا مع بعض نشوف دلوقتي حالا هنفك المراتب ازاي وهنعمل ايه خطوة بخطوة مع بعض. ولكن لو وصلتي حالا المقطع ده في الفيديو ما تنسيش تعملي لنا لايك وسبسكرايب عشان نكبر ونكون احسن واحسن بيكم ان شاء الله. يلا يا حبايبي يلا مع بعض. يا حبايبي حالا كده زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا هبتدي ان انا افك بقى الكياس بتاعه المرتبه اهو، وهوريكم بقى خطوه بخطوه اني بالفعل احسن. هل هي المراتب اللي هي التاكي او المراتب اللي هي السفنج الجاهزه، ولا المراتب القطن اللي احنا بنعملها فعلا على ايدينا وكل حاجه فيها بتبقى تمام. انا دلوقتي ايه، عيالي حبايبي هم بيساعدوني ان احنا نفك كيس المرتبه. الاكياس كلها عامه احنا هنفكها، وهتتابعوا معايا خطوه بخطوه وتشوفوا اني فعلا احسن. انا كده المرتبه معايا هبطت اهو زي ما احنا شايفينها كده. بص جابت السمك كده معايا وخست خالص. فطبعا احنا هنردها من جديد وهنشوف اللي محتاج قطن هنزود له قطن، واللي مش محتاج قطن احنا مش هنزود له اي قطن. بص انا ايه، بصوا عيالي بقى يعني ما شاء الله عليهم زي ما انتوا شايفينهم هم بيحاولوا معايا ان احنا نفك الكيس. ايوه كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين حالا اول برواز بيتعمل للمرتبه. ايوه يا عم بصوا بقى يا جماعه القطن قطن والتنجيد هو تنجيد، ولا تقولوا بقى جاهز ولا غيره. يعني يكفي كده الحاجه تتنجد وترجع جديده زي ما كانت. الكفرات بتاعتها من بره والدمور والبفتة وكل حاجة ما شاء الله جميلة يعني. اصلا بقى مصدقين هتلاقي في بيجيبوا الحاجات دي في المغرب اه بصوا يا جماعة زي ما انتوا شايفين دلوقتي بياخد تاني برواز كده اهو للمرتبة. ده طبعا عشان يبقى ظابط الملاية بتاعت السرير معايا. ما شاء الله شغل الله اكبر يعني. ابو يوسف هي المرتبة المظبوطة جدا المتر وعشرين تاخد قطن قد ايه؟ تمام اوي تاخد انطار الا ربع. انطار الا ربع.
تمام. هو 34 كيلو. 34 كيلو زي ما انتوا سامعين كده، للعرايس المقبلين على الزواج ان شاء الله. هو مصطلح حلوه وكمان مليان. تمام. ودلوقتي شغال في البرواز التاني. وتعالوا دلوقتي نروح كمان عند عم مصطفى. منور يا عم مصطفى. كده برضو بدأ في البرواز التاني اهو. زي ما انتوا شايفينه ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى ان القطن بتاعي ده بقاله 8 سنين، 8 سنين ونص كده يعني. القطن مهما كان احسن 100 مره. تمام. ثقه للبني ادم. تمام. ان احنا ده القطن ده احنا طلعنا عليه. كان طلعت عليه القطن. فالحاجات الصناعي مالهاش اي لازمه ولا اي فلوس اي حاجه. فعلا. مجرد انها تتعب الجسم وتبهدله بس مش اكتر. فعلا والله انا ما توقعش ان انا انام عليها ليله واحده، ما برتاحش عليه ابدا. والله في ناس بتنام عليها بتتعب منها جدا. فعلا انا من ضمنهم والله. هو طلع سخون. اهو. الشغل قل معانا شويه بس احنا لو شايفين ان مفيش تنجيد الناس تمام. برضه هو الناس ما بقتش تنجد عشان مسترخصين الحاجات التانية. اي لازمه. المراكز السخون دي صناعه اسمها صناعه. فعلا. فبيبقى البلدي بلدي. طب اسعار القطن دلوقتي ماشيه معاك ايه بقى؟ ممكن القطن بيبدا من 800 جنيه. تمام. الانطار 800 و1000 و1200 و1900 مش كله. تمام. بس انضف حاجه بقى في القطن، يعني انا رايحه دلوقتي ان انا هشتري قطن، انضف حاجه هطلب من الراجل ايه؟ عندك حاجه في القطن حاليا عندنا احنا الشعر السوداني. تمام. البلدي طبعا موجود حاليا عشان عليه دوشه كتير يعني. تمام. فانا بطلب القطن هو الشعر السوداني. هو اللي تحت البلدي عندنا طبعا. تمام. انضف قطن وعامل 1900 جنيه انطار. اهو. بيعمل مرتبتين محترمين كويسين يعني. تمام. كده خلص البرواز بتاع الاتجاه ده. انت كده مش هتقلبها، هتكمل من هنا صح؟ تمام. تعالوا اوريكم بقى ارتفاع البرواز اللي هو عمله. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، ده ارتفاع البرواز بتاع الحيطه بتاعت جنب السرير. طبعا ده اللي بيديكي ظبطه الملايه. الارتفاع بتاع البرواز ده يا ابو يوسف بيبقى قد ايه؟ بيبقى حوالي 15. 15 سنتي. تمام. زي ما انتم شايفين اهو دلوقتي كده بيكمل بقيه البرواز لافف حوالين المرتبه كلها. اهم حاجه يا جماعه عشان تبقوا فاهمين برضو في القطن ده والتنجيد، ان يكون الصنايعي هو متمكن من شغله. انت جبتي قطن نضيف جدا وجبتي دمور وبافته كويسين جدا، بس ما جبتيش صنايعي كويس يبقى مش هتاخدي شغل اصلا. فبالتالي ترجعي تقولي لا المراتب الجاهزه احسن، وهي مش احسن. زي ما انتم شايفين كده هو بيلف حوالين المرتبه باقي البرواز بتاعه. وهتتابعوا معايا برضو وهو بيعمل المسامير بتاعتها اللي هي بقى بتظبط فعلا يعني الوسط والظهر. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي حالا كده بيعمل المسامير بتاعت المرتبة، وطبعا ليها تقسيمة معينة. زي ما انتوا شايفين كده هو شغال فيها، بيعمل المسامير بتاعتها من فوق لتحت. بصوا يا جماعة يعني الصنعة ما شاء الله بتحكم برضو. الله ينور عليك يا عم مصطفى.
يلا تعالوا نشوف ابو يوسف كمان بيعمل ايه. ابو يوسف اهو شغال برضو في المسامير بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده حاجة تظبط الظهر، يعني ما شاء الله جميلة جدا. الله ينور يا ابو يوسف. تسلم يا رب. انا بشوف المراتب القطن بحس ان انا فرحانه. في العراق شغل كده. في العراق اه شغل كده ما بيحبوش السفنج. المراتب القطن. ايوه سمعتوا يا جماعه المعلومه دي؟ في الاردن بيعملوا التنجيد مراتب من صوف الغنم. الناس بيعملوا كده هناك في الأردن. بيعملوا المخدات برضه من صوف الغنم. ده في العراق. في العراق. يعني على كده المراتب الجاهزه دي ما نزلتش عندهم اصلا. لا موجوده عندهم بس هي بتشتريها. محدش بيشتريها. تمام. وبعدين اقل بيت هناك في العراق بتلاقي مثلا عنده 20 مرتبه 30 مرتبه. يا ما شاء الله. اصل بيعملوا حسابهم على عدد الضيوف اللي هيجوا عندهم. في العراق. كل واحد يرفع مرتبه وياخدها يروح ينام. ولو عايز يطلع ينام فوق السطح كل واحد ياخد مرتبته ويطلع ينام فوق السطح. ايوه. المرتبه بالمخده باللحاف بالبطانيه. يا ما شاء الله. موجودين في قلب بعض. ايوه. ناس جاهزه. انا قعدت 12 سنه في العراق. ايوه ما شاء الله. فتح محلات هناك. ما شاء الله. واشتغلت في الاردن، اشتغلت في السعوديه. في السعوديه بقى يميلوا للسفنج. في السعوديه بيميلوا للسفنج ده. بس هم بيجيبوا الحاجات السفنج الدرجه الاولى. اللي هي الغاليه الامريكي والتركي. لكن مش زي عندنا هنا تصنيع محلي، تصنيع تحت بير السنه. ايوه فعلا. هنا مراتبنا هنا اللي بتصنع كل ده. لا ده هنا دلوقتي يعني كل زي ما انتوا شايفين كده ابو يوسف حالا اهو بيكمل بقيه المسامير بتاعه المرتبه. المرتبه دي كده بقى يا ابو يوسف خدت معاك كام مسمار عشان تبقى ظابطه الظهر برضو؟ حاجه و40. دي المرتبه المتر و20 يا جماعه اللي هي بتاعه الاطفال. بصوا شايفين عشان يبقى ملك المرتبه كويس جدا هو جايبها ازاي. في حد ممكن طبعا يسأل دلوقتي ويقول لك طب البروز دي في المرتبة ما بتوجعش الظهر؟ طبعا دي هيركب عليها كفر من فوق. هو اهم شيء في المرتبه كلها اساسا طالما انا مزود غرز وظبط المرتبه تمام وطريه حلوه تظبط الظهر. تمام. لكن على فكره برضك مش عامل اساس الحرف. الحرف ده كمنظر للملايه والمرتبه. تمام. بس في نفس الوقت بيشد المرتبه. ايوه بيظبطها عشان ما تبقاش مزحلقه برضو. ده في ناس ما بتعملوش اساسا. لا بس هو الافيد انهي حاجه فيهم؟ ده الشغل الاصلي. تمام. هو ده طبيعي احنا مش هنزود من عندنا. ايوه صح. الشغل الاصلي اللي احنا بنشتغل فيه من زمان. تمام. ده الشغل التركي زي ما علمونا الحرف ده ويعمل غرز قليله كده اي كلام وما رحناش عشان كده في ناس ده شغل عشان ينجز فعلا. ما دي مشكله برضه يعني. الناس اللي طالعه جديده دي بيشتغلوا في اي حاجه اهو اسم المرتبه بتتعمل وخلاص. ايوه صح. مش فاهم مين اللي ممكن يدور الزيوم بعد كده. ما انا بقول لك هو في احتماليه كبيره اصلا ان الناس بطلت تعمل المراتب دي بسبب قله صنعتها. ايوه صح كده؟ احنا ساعات بنروح نصلح الشغل من ورا منبهين تانيين. بنفك الشغل تاني كله ونعمله من اول وجديد. ما انا لسه بقول لهم دلوقتي برضو. هو دفع فلوس في الصناعي الاولاني والتاني. صح. ايوه صح.
انتي اشتريتي قطن تمام وجبتي دمور تمام والبفتة واحسن قماش للمرتبة، بس برضو الصنعة مش تمام. اقول على حاجه كمان، اتفضل. القطن ارخص مني من الشتاء. هو الغالي تمنه فيه تكاليف القطن تمام. يعني انت لما تيجي تاخدي مني مرتبه جاهزه اديها لك ب 1000 جنيه تمام. انت لما تجيبي مرتبه سكن، طبعا لما تيجي مرتبه قطن لما تيجي تجيبي مرتبه سكن دي محترمه كويسه، ساعات تنام عليها مثلا شويه تمام، تعمل لها حوالي 1700 1800 جنيه. ايوه فعلا. لو عملت مرتبتين فوق بعض على السرير احسن. وفي المراتب برضو اللي هي الحيطه بتاعتها عاليه، اللي هي الدبل، محترمه جدا. ايوه طبعا ده كله بيرجع لحسب. تحط مرتبه واحده مليانه، الناس تقول لك انا عندي اتنين وسط بس على بعض. ايوه صح. الدنيا عندها. بس انا شخصيا برجح ان هي تكون مرتبه واحده. هي مرتبه واحده تكون مظبوطه. ما بيكونش بقى فيها ولا مطبات ولا ارتفاعات كده مش مظبوطه، يعني بامانه بتبقى حلوه جدا. زي ما انتوا شايفين كده هو بيرفع المرتبه اهو، عارف مكان الغرزه رايحه فين وهيعمل ايه، اللي هي التقسيمه اللي بتظبط النوم على الظهر يعني. طبعا الفايده بتاعت المسامير دي الاوليه ان هي بتظبط اماكن القطن، عشان ولا يتكلكع في حته ولا يكور كده في مكان تاني. طبعا كده هو بص ماسكه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بصوا اقربها لكم شويه اهي، بصوا شايفين شكلها ما شاء الله تفتح النفس اصلا يعني. شفتوا يا جماعه المرتبه اصلا هي وقفتها، ولا بقى تقول اصل حاطين حديد من جوه عشان المرتبه تبقى واقفه، ولا اي حاجه. بصوا المرتبه طبيعيه جدا وزي الفل. بصوا يا جماعه كده ابتدى ان هو يركب الكيس بتاع المرتبه او الكفر بتاع المرتبه من بره. بصوا شايفين وقفتها واقفه ازاي. بصوا كده هيركب الكيس اهو. الكيس ده عندي بقاله 8 سنين ونص، ده مش جديد بس هتشوفوه دلوقتي مغسول والحاجه ما شاء الله يعني زي الفل. دي المرتبه 1.20 متر. كده يا جماعه بصوا زي ما هو كده ركب الكفر اهو بتاعها وقفله بالسوسته. ده بقى طبعا تفكيه وقت ما انت عايزه تفكيه وتغسليه وتمام وزي الفل. شايفينه وبكده حالا زي ما انتوا شايفينها كده المرتبه خلصت اهي، وابو يوسف تناها وعم مصطفى بدوها بقى غرزتين كده دي عشان نعرف نطلعها يعني. تسلم ايدك يا ابو يوسف، تسلم ايدك يا عم مصطفى. يلا خليكم معايا بقى عشان تشوفوهم ان شاء الله لما يتفرشوا. وحالا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده لسه مطلعين بقى المراتب حالا. شوفوا انتوا بقى بنفسكم وانتوا اللي تحكموا القطن فعلا ولا المراتب الجاهزه. بصوا الحاجه رجعت يعني اللي هو تقولوا ايه، عجوزه ورجعت صبيه ما شاء الله الله اكبر يعني. بصوا الجمال، بصوا يعني الفرش فل كده والمراتب عاليه كده يعني تفتح النفس كده. بصوا شايفين تحسوا يعني ايه اللي هو بفرش من اول وجديد. بصوا شايفين اهو. يلا دلوقتي افرش الاوضه وافرش المرتبه بالملايه بتاعتها واوريكم شكلها النهائي هيكون عامل ازاي. ومن دلوقتي عايزاكم بقى تحكموا ان هو القطن البلدي وبس، من دلوقتي مفيش مراتب جاهزه تاني. بصوا حبايبي كده دلوقتي حالا زي ما انتوا شايفين، بصوا منظر الملايه اهو
من غير المخدات ولا اي حاجه. بص شايفينها مظبوطه ازاي؟ ايه رايكم كده؟ هكمل بقيه فرش السرير ده بالمخدات الجديده والخداديات الجديده في ثانيه اوريها لكم. طيب لو كان الفيديو عجبكم وكنتوا استفدتوا منه وطلعتوا بمعلومه كويسه، ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم يا حبايبي. وحالا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت فرش السرير خالص، وعايزه بقى اقول لكم على حاجه. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت اهو تمام. انا كل سرير في السراير بتاعت الاطفال عامله عليها 2 مخده كبار وخداديه واحده بس. طيب هتقولوا لي طب اللطقم بتاعت الاطفال كلها نازله السوق هي 3 قطع، يعني الطقم نازل 3 قطع، ملايه وخداديه ومخده. لا انا بعمل مخده، يعني كيس مخده تاني عموله مناسب للون الطقم اللي انا عاملاه. ليه بقى؟ لان احنا طبعا معانا اطفال، بما انك خلاص هتعودي اطفالك ان هم بيناموا في اوضتهم لوحدهم، فانت لازم بتحجمي لهم المكان، ان بتحطي مخده على حرف السرير والمخده التانية بيكونوا نايمين عليها زي ما انتوا شايفين كده اهو تمام. كل سرير عليه المخدتين والخداديه بتوعه. هنا الخداديه دي وانا بركبها دلوقتي عشان طبعا الخداديه لسه ما شاء الله مدملكه، فهو بص يعني ايه اتفتحت مني من هنا، ما قدرتش صراحه ان انا ايه يعني افك الطقم كله وارجع اعملها. فدي ان شاء الله انا بكره هعملها، هظبطها كده وهترجع زي ما كانت واحسن ان شاء الله. بصوا كده شكل السرير اهو. وطبعا زي ما قلت لكم بقى ان انا بعمل مخده ومخده بحيث ان يكون الطقم كله مناسب لبعضه. انا الطقم ده عندي هنا لونه روز يعني او على فوشيا كده، مدخله له المخده دي اهي، دي لونها بامبا بودره خالص كده او روز يعني تمام، اللي هو ايه هيبقى ماشي مع الطقم بتاعي بس. وعلى كده تمام جدا جدا. الولاد بيناموا على السرير واحط لهم المخده على الحرف، واللي عايز يحطها من جوه جنب الحيطه بيحطها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا قمر ايه لسه داخله الاوضه ايه. ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ النهارده هنطلع فيديو الانتوم اللي هي عملتها حرق قلبي، بس احنا فاصلين من السرير ده بننام عليها. انت ايه رايك في الاوضه بقى يا قمر؟ الست ماما هي اللي عملتها، والست بناتها هي اللي عملتها، والست التل هي اللي عملتها. بص شوف مين اللي هيحط البتاعه دي، يعني حته في النص دي ولا بص. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده قلت لكم المعلومه بتاعتنا ان احنا نعمل على سرير الاطفال مخدتين وخداديه، مش مخده وخداديه، لان طبعا بيكون احسن بكتير من انها تكون مخده واحده. ايه رايكم بقى كده يا جماعه؟ بصوا اهو لون الحيطه دي عندي لونها بتنجاني قطيفه تمام. ايه رايكم فيها؟ ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويكون استفدتوا منه. حالا اقول لكم السلام عليكم يا حبايبي.